الكفار ليه بقى رزقوا بده كله وبكل ملاذ الدنيا دي؟ اولا الرزق يا سيدي بايد ربنا سبحانه وتعالى، فليس على العبد يعني ايه شأن فيه او تدخل منك سوى ايه الا انك انت يعني تشتغل وتسعى. وانت كانسان مسلم بيبارك لك ربنا سبحانه وتعالى في الرزق ده، وبتحس بالسعاده يعني كل ما يعني كل ما تقدم وتجني من اجل طاعتك، يعني كل ما تعمل حاجه بتجنيها علشان طاعتك يعني، وانك انت بتقرب بيها ربنا سبحانه وتعالى، يعني انك انت بتشتغل الشغل ده عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. لكن الكفار ليهم الدنيا والدنيا بس، عشان تبقى فاهم، ليس لهم في الاخره الا النار والعياذ بالله. اما انت كمسلم تخاف الله وتعمل كل عمل تعمله وانت في قلبك ان الله مطلع عليه، فهذا العمل عباده من ضمن العبادات وتؤجر عليه. اما اذا كنت تعمل العمل ده عشان الدنيا وعشان الدنيا بس، فلك الدنيا وما فيها، ولكن دون الحصول على الآخرة، لأنك نسيت الله وغفلت عنه، وإذا نسيته وتناسيت عن الله أكثر فأكثر لم يكن لك من الدنيا سوى العمل فقط الذي تقدمه أو